السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غيابات لاعبي النادي الاهلي تشكيل كولر لمباراة القطن الكاميروني، طبعا هكلمكم في التشكيل المتوقع لمارسيل كولر، ولكن قبل ما ادخل على حلقتنا فضلا وليس امرا نشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس، ونبدا حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الكل عارف غيابات النادي الاهلي والكل عارف غيابات مارسيل كولر. طبعا غاب خالد عبد الفتاح لجزع في الرباط الصليبي، وطبعا كهربا عشان خاطر اشتكى من الضمه، ومحمود متولي الخلفيه، وحسين الشحات الخلفيه، وعمرو السوليه السمانه، حاجات كتيره كده. ايه سببها؟ الله اعلم. طبعا الاهلي بيمر بالظروف دي كل سنه بالتحديد، وطبعا تشكيل كولر لمباراه القطن الكاميروني ولا بديل عن الفوز في المباراه دي، عشان خاطر لو الاهلي الفتره اللي جايه مباراه القطن هنا والقطن هناك وصن داونز هناك والهلال السوداني هنا، لازم على الاقل الاهلي يكسب 3 مباريات ويتعادل مباراه عشان نضمن الصعود. طبعا غاب اللاعيبه دي وكولر محتار مين راس الحربه، مين الباك رايت، مين الباك ليفت، مين الديفندر، مين هيقود خط الهجوم النهارده. هكلمكم في التشكيل ده، وان شاء الله الاهلي قدها باذن الله. وبعد المباراه نطلع نبارك لكل الاهلاويه ولكل شعب الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. طبعا في حراسه المرمى لا بديل عنه محمد الشناوي، 2 مساكين منعم وياسر ابراهيم. رامي ربيعه خليك دلوقتي مالكش دور خالص لان مالكش امان اصلا، هيكون منعم وياسر ابراهيم 2 مساكين. باك رايت محمد هاني مفيش غيره. باك ليفت علي معلول. 2 ديفندرات حمدي فتحي واليو ديانج، واحتمال كبير يكون مروان عطيه مكان حمدي فتحي جنب اليو ديانج. ولو اليو ديانج في التدريبات مستواه لسه زي ما هو وزي ما احنا عارفين، هيكون حمدي فتحي ومروان عطيه بس. حمدي فتحي يلتزم بادواره كديفندر ويسيب صانع الالعاب لصناع الالعاب، او يسيب المكان ده لصاحب مركزه، عشان خاطر لما بيزيد مروان عطيه بيحتار، مش عارف يلعب دور 6 دور 8 دور 10. وطبعا هاف رايت طاهر محمد طاهر، وباذن الله طاهر محمد طاهر يرجع لمستواه اللي بدا بيه مع مارسيل كولر. وهاف ليفت احمد عبد القادر، باذن الله احمد عبد القادر يفوق النهارده وهيصنع الفارق للنادي الاهلي ان شاء الله، ومفيش غيره كراس حربه. اللي انا مش مقتنع بيها بيرسي تاو انا مش مقتنع بيه كراس حربه. ليه مش مقتنع بيه؟ احنا احيانا بنبقى عايزين، او انا شخصيا من الناس اللي بحب يكون راس الحربه سنيد للناس اللي جايه. سنيد ازاي؟ مش كل كوره ياخدها واجري لا، او كل كوره يبقى مع اللاعب اللي معايا مربوطش معاه، ما اعملش 1 2 معاه، لا. مجرد ما الكوره ما بتيجي مع اي لاعب بتلاقي بيرسي تاو طالع يجري على المساحات عشان خاطر ياخد في المساحات، ودي صعبه تتعمل غير لما يكون الفرقه بتلعب على الاوفسايد. غير يعني اللي انت او التفكير اللي في دماغ مارسيل كولر، موضوع ان بيرسي تاو يلعب راس حربه عشان خاطر ياخد في المساحات، مستحيل تتنفذ غير لما يكون فرقه بتلعب على الاوفسايد. بتلعب على الاوفسايد ازاي؟ يبقى الاربعه في الخط الخلفي في فرقه الخصم بيلعبوا على الخط واحد. اقدر انا اكون مع اخر مدافع كده، واكون رابط مع اللي معاه الكوره، مع ايا كان هو مين، واتحرك عشان خاطر اضرب الاوفسايد واخد في مساحه في نفس الوقت. ولكن بيرسي تاو بيعملها بطريقه خطأ جدا، اللي هي ايه بقى؟ مجرد ما اللاعب ما يستلم الكوره من غير ما يبص للاعب واللاعب يبص له، بيجري بيتكشف الاوفسايد، بيكشف الاوفسايد، بيروح هو في الاوفسايد، ما ينفعش تتلعب له. واحيانا اللاعب للاسف بيلعبها له، بيبقى الموضوع شكله بصراحه حاجه مستفزه كده، ان اللاعب يكون واقع في الاوفسايد وتتلعب له. دي حاجه بصراحه بتزعلني انا شخصيا، وحاجه بتستفزني انا شخصيا. ليه المفروض اصلا انت كلاعب كبير ولاعب بمبلغ وقدره تعرف يعني ايه تقع في الاوفسايد، يعني تعرف يعني ايه تكشف الاوفسايد، يعني تعرف يعني ايه ما تقعش في الاوفسايد وتضرب الاوفسايد. كل اللعيبه العالميه وكل اللعيبه بتتدرب على دي، ازاي ما اقعش في الاوفسايد وازاي اضرب الاوفسايد. فان شاء الله لعيبه الاهلي باذن الله قدام محمد هاني يشد حيله، علي معلول باذن الله يشد حيله. الاثنين مساكين النهارده يركزوا اكتر. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. مروان عطيه باذن الله يستحوذ على نص الملعب باذن الله كما عودنا باذن الله. وحمدي فتحي او اليو ديانج يركزوا اكتر عشان خاطر مستواهم تراجع، سواء قفشه او الكندوسي اللي هيلعبوا ان شاء الله قدها باذن الله. والطاهر
واحمد عبد القادر وبيرستاو، ايا كان بقى مين، الاهلي اتعود على الكلام ده، والاهلي عودنا ان مفيش صعب برغم الغيابات اللي دايما بتحصل. باذن الله ان شاء الله نطلع بعد مباراه الاهلي ان شاء الله، ونبارك لكل جماهير النادي الاهلي. والمباركه مش دلوقتي، المباركه ان شاء الله بعد ما نصعد من دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. اتمنى ما اكونش قلت عليكم، واتمنى كل حلقه عجبتك. ولو لسه ما اشتركش في القناه فضلا ولا لسه مره نشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل كل الناس. سلام عليكم.